تصريح خطير جدا وجريء وصادم من حكم مباراة الأهلي وسان داونز، وبيعترف بالحقيقة بعد تعادل الأهلي وسان داونز. بعد نهاية المباراة قال الحكم بتاع المباراة: هذه هي المرة الأولى لي لأكون حكما لإحدى مباريات النادي الأهلي، وحين تم إسنادي لتحكيم مباراة اليوم أخبروني بأن النادي الأهلي هو أقوى منافس في أفريقيا والدوري المصري وأكثر تتويجا بالبطولات في أفريقيا. وأثناء سير المباراة اعترض الجهاز الفني واللاعبين على عدم احتسابي لضربة الجزاء للنادي الأهلي، وقالوا إنها ركلة جزاء صحيحة، وفي الحقيقة أنا لم أراها ركلة جزاء. وبعد نهاية المباراة ومراجعة اللقطة اتضح لي أنها ركلة جزاء صحيحة. وقال أيضا: أعطيت كل نادي حقه ولم أظلم أحد. وقولوا لي ايه رأيكم في الكلام اللي هو بيقوله؟ وبرضك يعني عاوز اعرف بالنسبة لكم مين كان احسن لاعب في المباراة في فرقة سان داونز وفي فرقة النادي الاهلي، ومين اسوأ لاعب في المباراة في فرقة سان داونز وفي فرقة النادي الاهلي. وايه رأيكم في كولر النهاردة؟ هل بعد مباراة النهاردة يستحق يمشي ولا يستحق يكمل في النادي الاهلي؟ وان شاء الله لقاء العودة هيكون في استاد القاهرة. وبس كده، كان معاكم الكابتن، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.